ست ب100 راجل وبقالها 30 سنة في السبتية بتعمل أحلى شوربة عدس في مصر، ونزلت الشارع تشتغل وكان عمرها 14 سنة، بتلبس لبس رجالة وجدعة وكل أهل المنطقة بيحبوها وواقفين في ظهرها. اتجوزت مرة واحدة ومش بتخلف، ومن حلاوة شكلها لقبوها بحسناء العدس، ومن كفاحها بقى اسمها سيدة الشقيانين. حكاية المعلمة هبة نصر تعالوا نشوف. في قلب منطقة السبتية وسط الورش وصوت الحديد ظهرت حكاية ست بجد اسمها المعلمة هبة نصر، لكن الناس كلها هناك بتناديها حسناء العدس، وليها لقب تاني واخداه عن جدارة وهي سيدة الشقيانين. الحكاية بدأت بدري قوي لما كانت بنت عندها 14 سنة نازلة الشارع تشيل مسؤولية أكبر منها بكتير، ما كانتش عندها رفاهية تختار، الحياة اختارت لها طريق صعب بس هي قررت تمشي فيه لوحدها والآخره. أبوها سابهم واتجوز 3 وساب وراه 9 عيال، وهبة كانت الكبيرة، يعني كانت الأم والأب في نفس الوقت، ومن ساعتها وهي في الشارع 30 سنة كاملة على عربية كشري وبعد كده عدس في الحر والبرد وفي الزحمة والهدوء. في الشتاء تلاقيها نازلة الساعة 3:30 الفجر والدنيا لسه ضلمة وساقعة، واقفة بتجهز العدس بإيديها وتسوي الطبخة على نار هادية وتستنى رزقها. وفي الصيف شغلها بيبدأ من 5:30 الفجر علشان تلحق العمال وأصحاب الورش قبل ما يومهم يبتدي. ومش أي عدس، دي حكاية طعم لوحدها، كل اللي داق بيقول ده أحلى عدس في السبتية ومصر كلها. وجبة شوربة متكاملة سخنة ومعاها عيش محمص وبصل وطماطم مخللة، وجبة بسيطة بس وراها قلب كبير بيطبخ قبل الإيد. هبة مش بس بتبيع أكل، دي بتوزع رحمة. أي حد معدي ومش معاه فلوس خصوصاً العيال الصغيرة تقوله كل يا ابني ولما ربنا يكرمك ابقى حاسبني، وده يمكن لأنها اتحرمت من نعمة الإنجاب بعد ما اتجوزت مرة واحدة واكتشفت إن مفيش أمل إنها تخلف. وقتها قالت كلمتها أنا مش هتجوز تاني، وفعلاً عاشت لوحدها بس قلبها مليان حب للكل، والناس سمتها حسناء العدس علشان ملامحها جميلة وشكلها حلوة. والغريب والمميز فيها كمان إنها ساعات بتلبس لبس رجالة، ولما تسألها تقولك بكل بساطة أنا معرفش أتخانق مع الحريم واشتمهم بس بعرف أواجه الرجالة وامسك فيهم. يعني شخصية قوية وجدعة وما بتخافش وبتاخد حقها بإيديها، والمنطقة كلها شاهدة عليها والكل بيحترمها ويحبها، الكبير قبل الصغير، ولو حد تعرض لها يلاقي أهل السبتية كلهم واقفين في ظهرها لأنها ببساطة منهم وليهم وشايلة همهم قبل همها. هبة نصر مش مجرد ست واقفة على عربية عدس وخلاص، دي قصة كفاح حقيقية، وست ب100 راجل عاشت التعب من وهي صغيرة وكبرت وهي سند لغيرها، وبتعتبر نموذج نادر لست قررت تبقى قوية مش علشان نفسها وبس لكن علشان كل اللي حواليها. وفي زمن بقى فيه الجدعنة قليلة، هبة لسه محافظة عليها وبتثبت كل يوم إن الطيبة مش ضعف، وإن الشغل مش عيب، وإن الست ممكن تبقى جبل لو الدنيا حطتها في اختبار صعب. وده سر حسناء العدس أو سيدة الشقيانين، ومش بس الطعم اللي بتقدمه هو اللي عمل اسمها، لكن روحها الحلوة سبب حب الكبير والصغير ليها، واسألوا أهل السبتية عليها.